شانيل وقد إيه كانت حياتها صعبة في البداية، وده ما وقفهاش عن إن هي تحقق حلمها. بالعكس ده كان بيديها دافع إن هي تكمل وإن هي توصل لأعلى مستويات الموضة. ده Unstoppable Sellers، وده الجزء الثاني من حكاية براند شانيل. في 1921 بدأت شانيل تصنع أول عطر نسائي، واللي ميز العطر ده إن هو كان واخد طابع ثوري، ما كانش مجرد برفيوم عادي. ومعاونة إرنست بوك عملت شانيل أول مجموعة مكياج عام 1924، وده خلاها بعد كده تعمل شركة أو أسست شركة لبيع مستحضرات التجميل والبرفيومز. وفي 1928 ابتكر إرنست بوب أول العطور الخشبية النسائية. وطبعا النجاحات بتتوالى على شانيل لحد 1931 انتقلت شانيل لهوليوود، ده عشان تنقل الموضة اللي هي ابتكرتها لممثلات هوليوود. وزي ما كلنا عارفين ان الفاشون مش في الازياء او العطور بس، لا، وده اللي خلى شانيل تبتكر مجوهرات بروح جديدة وستايلات جديدة في الوقت ده. وبعد كل النجاحات دي بتقفل شانيل دار الازياء الراقية، طبعا بسبب الحرب العالمية الثانية، وده في 1939. وفي 1952 تجسد الفنانة مارلين مونرو قصة الحياة الملهمة شانيل. وبعد انتهاء الحرب العالمية تعود شانيل في سن 71، وعودة شانيل لقت استحسان كبير قوي من الصحف العالمية. وفي 1971 بتموت جابرييل شانيل في فندق ريتز بفرنسا. أما أهم أقوال المبدعة شانيل: May my legend prosper and thrive.